الفيلم بيبدأ يا صديقي في جبال كوستاريكا. مروحية بتنزل فريق من العلماء بقيادة الدكتور موربيوس عند مدخل كهف. موربيوس عنده مرض نادر في الدم ومش قادر يمشي غير بعكازين، فبيطلب من فريقه ينصبوا الفخ اللي جايبينه معاهم. بعد كده بيتقدم وبيرفع ايده اللي بتنزف عشان يجذب كل الخفافيش اللي في الكهف للفخ. الفريق والطيار بيهربوا من الخوف، لكن موربيوس بيسكت وبيستنى. موربيوس الصغير عايش في المستشفى، والدكتور نيوكلاس بيقدمه الولد اسمه لوسيان. موربيوس بيسميه ميلو. الاتنين عندهم نفس المرض النادر في الدم وعلى طول بيتفاهموا وبيشاركوا نفس الأمنية يبقوا طبيعيين. وهما بيتكلموا جهاز ميلو بيبوظ فجأة وهو بيقع مغمى عليه. موربيوس بياخد نبض من ألمه وبيصلح الجهاز بسرعة، وميلو بيصحى على طول. الدكتور نيكلاس منبهر جدا بذكاء موربيوس وبيقرر يبعته لمدرسة خاصة في نيويورك. موربيوس بيوافق بس بشرط لما نيكلاس يوعده انه هيدخل ميلو معاه. قبل ما يمشي موربيوس بيكتب لميلو خطاب بيوعده انه هيلاقي العلاج لمرضهم. الخطاب بالغلط بيقع من ايد ميلو وهو بيروح يدور عليه. بيكتشف ان العيال مش كويسة من المدرسة القريبة بيقروا الخطاب وبيتريقوا عليه. المجموعة بتبدأ تضربه عشان يتسلوا، لكن نيكلاس بيوصل وبيخوفهم ويمنعهم يسببوا ضرر كبير. وكمان بيوقف ميلو لما بيحاول ينتقم. موربيوس بيكبر وبيقدر ياخد الدكتوراه وهو عنده 19 سنة، وفي الآخر بيطور دم صناعي بينقذ حياة ملايين. ملك السويد عايز يديه جايزة نوبل لكنه بيرفضها عشان هو اكتشف الدم الصناعي بالصدفة وهو بيدور على علاج لمرضه. نرجع للحاضر. موربيوس بيرجع لشغله في المستشفى، وهناك زميلته الدكتورة مارتن بتقرب عشان يتكلموا على انفراد، وهي بتعمل عليه تحاليل بتسأله عن مشروع المجنون وهو انه يخلط دي ان ايه بشري مع دي ان ايه خفاش واللي ميلو بيموله. موربيوس بيعمل نفسه مش فاهم، لكن مارتن بتظهر خزانة موربيوس اما لنا خفافيش كولومبية، فبيحكي لها الحقيقة. الخفافيش دي هي الثدييات الوحيدة على الارض اللي بتتغذى على الدم بس. فموربيوس فاكر ان اللعاب الخاص بتاعه ممكن يكون الحل لعلاج مرضه. مارتن مش متقبلة الفكرة وقلقان على الاخلاق ورا التجربة دي، لكن موربيوس بيواصل ويجرب السيروم الجديد على فار معمل. للاسف الفار بيموت. في اللحظة دي واحدة من مرضى موربيوس بتبدأ تتشنج، فبيعدوا لغرفتها وما عندهمش حل غير انهم يحطوها في غيبوبة صناعية عشان ينقذوها من جلطة محتملة. لما مارتن ترجع تشوف المعمل تاني بتتفاجئ وهي بتشوف الفار بيتحرك، يعني السيروم نجح. بعد شوية موربيوس بيتقابل مع ميلو عشان يحكي له عن الاكتشاف ويطلب فلوس اكتر. التجربة دي مش قانونية، محتاج يعملها في مياه دولية، وميلو مستعد يدفع كل حاجة لو ده معناه انهم يلاقوا العلاج. بعد كام يوم موربيوس بياخد مارتن معاه في الرحلة، بيقدر يعمل سيروم جديد متطور اكتر، ومارتن بتحقنه في عموده الفقري وكمان بتحزمه بالحزام وهو جسمه بيبدأ يتهز. في اللحظة دي واحد من طاقم السفينة بيجي للمعمل يتفقدهم، ومارتن وهي بتتجادل معاه موربيوس بيقدر يتحرر. مارتن والحارس بيدخلوا حجرة العزل وبيتصدموا وهما بيشوفوا موربيوس بيزحف على السقف ووشه متحول لوحش. الحارس بيحاول يضربه لكن موربيوس بيتحرك بسرعة خيالية وبينط عليه عشان يتغذى، وهو بيتجاهل توصيات مارتن انه يقف. فجأة انذار السفينة بيبدأ يدوي، ودن موربيوس الحساسة بتوجعه جدا وبيبدأ يرتبك ويدمر حجرة العزل. باقي طاقم الأمن بيوصل ومارتن بتحاول توقفهم لكنهم بيبعدوها وهي بتقع مغمى عليها. موربيوس بيخلص اكسير الإزاز وبينط بره الغرفة عشان يوري قوة مصاص الدماء الجديدة اللي بتسمح له يتفادى الرصاص ويتحرك بسرعة ويقتل الحراس من غير رحمة. ناجيين كمان بيهربوا وبيقفلوا الباب، لكن موربيوس قوي جدا دلوقتي وبيكسر الباب على طول. بعد كده بيرجع يزحف على السقف وبياخد وقته عشان يقبض على الحراس واحد ورا التاني وبيقتلهم كلهم. لما الطاقم كله بيموت موربيوس بيختفي، جسمه بيرجع لشكله البشري، فبيستعجل يتفرج على نفسه في المراية. واضح انه اخيرا اتعالج. موربيوس بيتاكد ان مارتن كويسه وبيشوف كاميرات المراقبه. مصدوم جدا من اللي عمله بيبدا يتقيأ. بعد كده بيبعت نداء استغاثه بياخد السيرومات وبينط في البحر. الصبح عاملين اف بي اي بيوصلوا للسفينه وبيحققوا في مسرح الجريمه، لكن للاسف موربيوس مسح كل التسجيلات ومارتن لسه مغمى عليها. القضيه بتبان على الاخبار ونيكلاس وميلو بيشوفوها. بعد كده موربيوس بيرجع للمستشفى وبيفتش على مرضاه. بيروح للمعمل يشيل السيرومات، جسمه بسرعه بيبدا يفشل تاني، فبيستعجل يروح للثلاجه يشرب الدم الصناعي اللي عمله وكده يقدر يتغذى من غير ما يقتل حد. بعد كده بيبدا يجرب قدراته، سريع ورياضي ويقدر يتسلق اي حاجه، بينط في كل حته. لما بيدخل الخزنه مع الخفافيش بيتلموا حواليه باحترام، وموربيوس بيحس بقربه منهم. كمان بيكتشف انه طور نظام تحديد بالموجات الصوتيه زي الخفافيش، فبيجري يرمي كره في الاوضه ويقبضها وهو عينه مقفوله. للاسف القوه دي بتفضل طول ما هو بيتغذى. الدم الصناعي بيخليه مستقر ل6 ساعات، لكن الوقت بيخلص وهو عارف انه هيبقى محتاج دم حقيقي قريب. عشان يجرب اكتر بيحبس انفاسه في اوضه معزوله. بعد كام ساعه ميلو بيجي يزوره وبيقف في حاله ضعف شديده. موربيوس بيطلب دم بيكتبه على الازاز بدمه نفسه، فميلو بيجيب له كام كيس من الفريزر. اول ما بيتغذى موربيوس بيتعافى وبيبقى قوي تاني، وميلو منبهر من العلاج. بس لما ميلو بيطلب انه يتحقن برضه موربيوس بيقول له ان اللي عمله غلط وان العلاج ده لعنه. ميلو بيتعصب فموربيوس بيتعنف وبيطرده. في نفس الوقت مارتن اخيرا بتصحى وبيزورها عاملين الاف بي اي وبيعرضوا عليها صور مزعجه للجثث على السفينه، لكن مارتن بتعمل نفسها مش فاكره ايه اللي حصل. اخر النهار في ممرضه بتشتغل متاخر وبتلاحظ الاضواء بتتصرف بطريقه غريبه، بتبدا تهرب من الخوف لكن بيتقبض عليها من مخلوق مصاص دماء وبيقتلها. لما الجثه بتتلاقى الصبح موربيوس بيتفاجئ زي زمايله وبيفكر انه ممكن يكون هو اللي عملها. موربيوس وهو بيشكك في عقله بيعدل المعمل وبياخد كام كيس دم مزيف قبل ما يمشي. وهو طالع بيواجه عاملين الاف بي اي اللي بيبداوا يسالوه عن التجارب وبيقرروا يقبضوا عليه. موربيوس على طول بيدافع عن نفسه وبيضربهم ببعض الحركات. بعد كده
بيهرب وبيتسلق السلم وهو بيتفادى رصاص الشرطة، بيوصل لسطح المستشفى وبيتفاجئ وهو بيحس بهواء المكيف أقوى من العادي، لكن قبل ما يجرب بيتقبض عليه تاني. في مركز احتجاز منهاتن مسموح لمربيوس يحتفظ بمذكراته وهو بيعمل حساباته ويكتشف وقت التغذية بتاعه من 6 ساعات ل 4 ساعات و22 دقيقة. لما بيتاخد لغرفة الاستجواب بيتربط على ترابيزة والعملاء بيجيبوا معاهم مياه مقدسة احتياطيا، بيتهموه في موت كل اللي على السفينة وكمان الممرضة، لكن موربيوس بدأ يفقد السيطرة وبيتوسل ياخد أكياس الدم المزيفة. العملاء مش بيعاملوه بجدية وبيحبسوه في الزنزانة تاني. بعدين ميلو بيزوره وبيعرض عليه دعمه وبيديله كيس دم صناعي قبل ما يمشي، لكن موربيوس بيلاحظ ان ميلو سابع عكازه وبيكتشف الحقيقة. ميلو سرق السيروم وحقن نفسه بيه، هو اللي قتل الممرضة. ميلو هو طالع بيوقف التمثيل النمعات وبيمشي بردات فعل مثالية. موربيوس وهو متعصب بيشرب الدم وبيتحول لشكل مصاص الدماء عشان يهرب من الزنزانة من الشباك. بعد كده بينط في كل حتة في المدينة وبيستخدم تحديد المواقع بالموجات الصوتية عشان يسمع ميلو وهو بيهجم على صاحب كشك. موربيوس على طول بيستعجل يواجه ميلو في الشارع وبيسميه الوحش، لكن ميلو فاكر ان القوة دي رهيبة واحنا اخيرا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه، فبيهجم عليه موربيوس عشان يبعد عنه. خناقة شرسة بتحصل والمصاصين بيتحركوا عشان يهاجموا بعض، بيخلصوا مصدومين في محطة مترو وبيخوفوا مدنيين. بعد ما بيتبادلوا كام ضربة ميلو بيبارك له انهم اتطوروا، لكن موربيوس بيوعد انه هيلاقي طريقة يصلح بيها الوضع. في اللحظة دي البوليس بيظهر عشان يقبض على الاتنين، لكن ميلو بيتحرك بسرعة وبيقتلهم كلهم في ثواني قبل ما يعمل رقصة نصر صغيرة. بعد كده بيهجم على موربيوس تاني والقطر بيقرب. موربيوس بيقدر يحس بالهواء السريع اللي سببه القطر وبينط قدامه عشان يطير في الانفاق ويهرب. اليوم اللي بعد كده مارتن بتحس ان في حد بيلحقها في المدينة، فبتدخل محله وبتخرج من الباب الخلفي. اللي وراها كان عميلة واللي خسرتها في الزحمة دلوقتي. مارتن بتركب الاتوبيس وبتشوف في الجورنال ان موربيوس مطلوب، وفجأة هو نفسه بيظهر وراها. بتصدقه لما بيقول ان ميلو هو اللي خد السيروم وهو القاتل الحقيقي. بعد كده بينزلوا من الاتوبيس عشان يقفوا في كافيه وهما بيتكلموا، موربيوس بيسمع ان في 2 مجرمين في المعمل، فبيطلب من مارتن شوية حاجات قبل ما يلاحقهم. بعد ما ياخد الدم الصناعي اللي مارتن جابته له، موربيوس بيلاقي البلطجية جوه المعمل بيتباعوا فلوس مزورة، وهو بكل ادب بيطلب منهم يدوا المعمل. البلطجي بيحاول يهجم عليه بسكينة، لكن موربيوس بيكسر ايده وبيخوفهم كلهم وهو بيسمي نفسه فينوم. موربيوس وهو بيستخدم قطع طبعات النقود عشان يعمل الاجهزة اللي محتاجها عشان يشتغل على علاج لمصاص الدماء. ميلو بيجهز دي ليلة بره وهو بيرقص في الشقة وهو بيستعد. بيروح نادي ليلي وبيغازل ست جميلة، لكن في واحد بيقول له ان شافها الاول وبيبعده. ميلو بيقدر يمسك نفسه وهو بيمشي، لكنه بيستنى بره، ولما الراجل بيطلع مع اصحابه بيدمرهم كلهم. لحظات بعد كده مارتن بتروح معمل موربيوس في المستشفى تاخد شوية حاجات، بتلاقي ميلو هناك وبيسأل عن صاحبه. مارتن بتقول له انها مش عارفة فين موربيوس وبتخليه يمشي من غير مشاكل. في نفس الوقت عاملين الاف بي اي بيقتحموا شقة مارتن، لكن لا هي ولا قطتها هناك. بيتضح ان مارتن مستخبية مع موربيوس في المعمل الجديد وجابت قطتها معاها وهي بتحاول توكلها، بالغلط بتعور صباعها، وموربيوس محتاج يضغط على نفسه عشان ما يتفاعلش مع ريحة الدم. بعد كده بيتشاركوا لحظة على السطح من غير ما يعرفوا ان ميلو بيتفرج عليهم من بعيد. الصبح عاملين الاف بي اي بيشوفوا الجثث بره البار وبيشوفوا كاميرات الامن عشان يكتشفوا ان ميلو هو القاتل الحقيقي. نيوكلاس بيشوف الاخبار وهو بيروح يزور ميلو، يطلب منه يوقف قتل الناس. ميلو تعبان من شفقة الدكتور، وبعد ما بيوريه ان موربيوس كان دايما المفضل بيهجم على نيوكلاس وبيخليه مصاب اصابة خطيرة. في نفس الوقت موربيوس بيقدر يطور مضاد حيوي هيضر بس جسم مصاص الدماء، بيعمل ازازتين، واحدة لميلو والتانية لمارتن تستخدمها عليه هو في الوقت المناسب. في اللحظة دي بيتكلم مع نيوكلاس وبيقول له على المساعدة، فبيستعجل يروح شقة ميلو. للأسف نيوكلاس بيقدر بس يتوسل لموربيوس يوقف ميلو قبل ما يموت. في نفس الوقت ميلو بيكتف مارتن وبيخليها تكرر اسم موربيوس لغاية ما يسمعوا بقدرته. بعد ما بيلاقي مكانهم بتحديد موقعه بالموجات الصوتية، موربيوس بيروح على طول على المدينة وبيلاقي مارتن على سطح وهي بتنزف من جرح ميلو اللي عمله. هي عايزة موربيوس يتغذى عليها علشان تموت وتكون فايداه، لكن موربيوس مش بيعمل كده وبيخلي نقطة من دمه نفسه تقع في بقها. في اللحظة دي مارتن بتموت، فموربيوس بيستسلم لغضبه وبيتغذى عليها. بعد كده ميلو بيظهر على السطح كمان بينط عليه والاتنين بيقعوا من على الحافة، وهم نازلين المصاصين بيكملوا يهاجموا بعض وبيخبطوا في مبنى كذا مرة قبل ما يقعوا تاني. ميلو بيضرب موربيوس ضربة قوية وبيخليه يقع على منصة، وهناك بيمسك رجله وبيرميه على لافتة مضيئة، لكن موربيوس بيقع مرة تانية. ميلو بينط عليه وبيسحبه على مبنى قبل ما يصطدموا بالشارع، وبرضه بيدخلوا الرصيف وبيقعوا في نفق. ميلو هو بيتكهكر زي المجانين. موربيوس بيعمل موجة تحديد موضع بالموجات الصوتية قوية في النفق بصوته، وبعد كده في المية بإيده. فجأة جيش من الخفيش بتظهر تساعد موربيوس، ولما ميلو بيحاول يقتله بقضيب معدني موربيوس بيبعت الخفيش وراه. الوحوش الصغيرة دي وهي ماسكة ميلو، موربيوس بيوصل وبيحقنه بالمضاد الحيوي بيخلي ميلو يرجع بشري وبيعتذر قبل ما يموت. اللحظة دي عاملين الاف بي اي بيوصلوا مع البوليس، فموربيوس بيستخبى بين الخفافيش عشان يطير من النفق بسلام. على السطح مارتن بتصحى وبتظهر انها بقت مصاص الدماء كمان. بعد فترة سحر غامض بينزل، عدو سبايدر مان النسر في سجن محلي بما انه جاي من كون تاني محدش عارف مين هو، والبوليس على طول بيطلق سراحه. النسر بيقدر يعمل بدلته الشريرة تاني وبيقرب لموربيوس عشان يكونوا فريق. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.